في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة تبدو صورة التعاون والتراحم جلية واضحة بين السكان في شهر الصوم، تعكس حجم التكافل الاجتماعي الذي تعبر عنه هذه الصورة. يتبادلون الوجبات الرمضانية ويعطفون على الأسر الفقيرة في تراحم وتواشج إنساني خلاق. يجب على كل تاجر أن يزور بعض الأحياء السكنية المحتاجين. هناك من الناس لا يمتلكوا القوت الضروري، فيجب عليهم أن يعطوا هؤلاء الناس وأن يسعوا إلى الأرامل والأطفال والمساكين. أما هنا فأسواق شعبية وافرة بأنواع مختلفة من المواد الغذائية والفواكه والتمور والأكلات الشعبية وأنواع المقليات التي تعتبر من أشهى المأكولات الشعبية في شهر رمضان المبارك في تهامة. هي السمبوسة والتمر والليم والقهوة، وهذا أسلوب رمضان للصائم. ابتسامات على وجوه الرجال والنساء والأطفال تعكس مدى فرحة هؤلاء بأيام شهر رمضان المبارك رغم كل منغصات الحياة التي لا تزال الحديدة تئن من انهيار معظم الخدمات الأساسية، بانتظار حكومة الوفاق الوطني أن تضع حدا لمعاناة السكان. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.